تعرفوا ان الفراعنة كانوا اول ناس يستخدموا الخميرة الطبيعية في عمل الخبز؟ يقال ان الموضوع تم اكتشافه بالصدفة لما كانت ست بتعجن جنب نهر النيل، وبعدين اضطرت تسيب الخبز اللي هي عاملاه وترجع البيت لظروف معينة. بعد يومين او 3 لما رجعت اتفاجئت ان الخبز بتاعها بقى منتفخ اكتر وقوامه هش وليه ريحة مميزة، ولما جربت تسويه لقت ان قوامه وطعمه بقى احلى بكتير، فبقت تستخدم الطريقة دي على طول، وبعد كده الموضوع انتشر. وعلشان نعمل الخميرة الطبيعية في البيت مش هنحتاج غير المكونين بس، عبارة عن شوية مية وشوية دقيق. بس الافضل ان احنا نستخدم دقيق يكون كامل الحبة زي دقيق القمح الكامل، لان طبقة النخالة او القشرة الخارجية اللي احنا بنسميها الردة دي بتحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا والخميرة اللي بتساعد في تخمر الخميرة بتاعتنا بسرعة. هنحتاج لبرطمان يكون فتحته واسعة بالشكل ده ويكون ليه غطا، واهم حاجة ان احنا نعقم البرطمان والمعلقة واي ادوات بنستخدمها في مية مغلية، علشان مش عاوزين اي بكتيريا ضارة او حاجة تدخل في الخميرة بتاعتنا. اول حاجة هنوزن البرطمان لوحده من غير الغطا، وهنكتب الوزن بتاعه ده في النوتس بتاعة الموبايل او على البرطمان نفسه كده بقلم فلوماستر. بعدين حطيت في البرطمان 50 جرام من المية وضفت عليهم 50 جرام من دقيق القمح الكامل. بعد كده هقلب المكونات دي كويس وهغطيهم بغطا البرطمان، بس خلي بالكم ان احنا ما بنقفلش الغطا جامد، احنا بس يدوب بنحطه كده علشان لما الخميره بتشتغل بتنتج ثاني اكسيد الكربون بكميه كبيره، فلو انتوا قافلين البرطمان هتيجوا تفتحوه يقوم ينفجر بقى من الضغط. بعد كده هنستخدم استك او قلم فلوماستر عشان نعلم بيه على المكان الخليط ارتفاعه كان قد ايه، علشان لما نيجي نصحى كل يوم نعرف اذا كان الخميره اشتغلت وتفاعلت ولا لا. هنسيب البرطمان ده بقى زي ما هو لمده 24 ساعه في اي مكان يكون بعيد عن اشعة الشمس المباشرة. ما تتوقعوش بقى ان من تاني يوم هتصحوا تلاقوا بقى في فقاعات والخميرة اشتغلت، لا، الموضوع بياخد من اسبوع لحوالي 10 ايام علشان الخميرة تشتغل وتكون جاهزة ان احنا نخبز بيها. تاني يوم بقى هفتح البرطمان وهفضل اشيل من خليط الدقيق والمية ده لحد ما يتبقى عندي 50 جرام بس من الخليط ده في البرطمان. وعلى خليط الدقيق والمية اللي سبناه في البرطمان ده هنضيف 50 جرام من المية و50 جرام من الدقيق. وفي تاني يوم قررت ان انا اضيف نقطة صغيرة من عسل النحل علشان تسرع التفاعل شوية بما اننا في الشتاء. وقلبت كل المكونات مع بعض وعملت نفس الخطوات اللي عملناها في اليوم اللي قبله، اللي هو غطيته بالراحة، وبعد كده حطيت الاستك برضو وسبته. الجزء اللي بنشيله من الخليط ده في اول اسبوع ما ينفعش نستخدمه لان هو لسه مش نشط، وتاني حاجة ان هو بيبقى لسه فيه بكتيريا يعني ضارة يعني، فبنتخلص منه. بعد اسبوع هنقدر نحتفظ بالجزء اللي احنا بنشيله. كل يوم هنسيب في البرطمان 50 جرام بس من الخليط اللي عملناه في اليوم اللي قبله، وهنضيف عليه 50 جرام من الدقيق و50 جرام من المية، وهنقلب كله مع بعضه وهنغطي وهنسيبهم يتفاعلوا. وفي تالت يوم صحيت لقيت الخليط حجمه اتضاعف وبقى كله فقاعات زي ما انتوا شايفين كده. لو استخدمناه في الخبز دلوقتي برضو مش هيخمر كويس، فهنعمل ايه؟ هنكمل على الخطوات بتاعتنا من نفس الطريقة. كل يوم هنسيب في البرطمان 50 جرام من الخليط اللي عملناه في اليوم اللي قبله، وهنضيف عليه 50 جرام من المية و50 جرام من الدقيق. طيب ازاي نعرف ان الخميرة بتاعتنا بقت جاهزة ان احنا نخبز بيها؟ اول حاجه هتلاقوها طبعا حجمها بيبقى متضاعف ومليانه فقاعات، وتاني حاجه هتلاقوا ان الخليط ريحته عامله زي ريحه الزبادي كده، لان في الايام الاولى لما بتكونش الخميره لسه جاهزه بيكون ريحه الخليط مش كويسه، ريحته بتكون ريحه صعبه كده ونفاذه. طبيعي جدا في اليوم الرابع او الخامس ان انتوا تصحوا تلاقوا الخميره مش متفاعله كويس وحجمها مش متضاعف. كل اللي انتوا هتعملوه ان انتوا هتعملوا نفس الخطوات برضو، ما تيأسوش. هتحطوا برضو 50 جرام من الخليط اللي هو بتاع اليوم اللي قبله، و50 جرام دقيق و50 جرام مية. ونقطة العسل اللي بنضيفها دي بنستخدمها في اول 3 ايام بس، مش اكتر من كده، بعد كده بنوقفها. ولو ما عندكوش ميزان ضيفوا 5 معالق كبار من دقيق القمح الكامل عليهم 3 معالق كبار من المية، وقلبوهم لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده، ما يكونش خفيف قوي. وتاني يوم هتسيبوا حوالي معلقة كبيرة كده من الخليط اللي عملناه في اليوم اللي قبله، هتضيفوا عليه برضو نفس مقدار الدقيق والمية اللي استخدمناه. في معلومة نسيت اقولكوا عليها، ان المية اللي انتم مستخدمينها لو فيها نسبة كلور عالية ده هيموت الخميرة والبكتيريا اللي احنا اصلا عايزينها تتكاثر وعددها يزيد علشان نعمل بيها الخميرة. في الحالة دي قدامكم حلين، يا اما تشتروا مية معدنية تستخدموها، او ان انتوا تملوا ازازة مية قبلها بليلة وتسيبوها على الترابيزة كده علشان الكلور اللي فيها يترسب في القعر. لو انتوا بتخبزوا كل يوم هتفضلوا سايبين البرطمان زي ما هو كده، وكل يوم هتكرروا نفس الخطوات. هتسيبوا في البرطمان 50 جرام من الخليط بتاع اليوم اللي قبله، وهتضيفوا عليه 50 جرام دقيق و50 جرام مية. لكن لو هتخبزوا مثلا كل اسبوع مرة، فالافضل ان انتوا تشيلوا الخميرة دي في التلاجة، وعادي جدا ان هي ممكن تقعد اسبوع او اسبوعين او اكتر عادي.
بس الافضل ان انتوا كل اسبوع تطلعوها يعني تحطوا لها دقيق وميه بنفس الخطوات اللي احنا عملناها دي. بس طبعا لازم نسيبها ترجع لحرارة الأوضة الأول علشان الخميرة تتفاعل. وزي ما قلت لكم بعد اسبوع الكميه الزياده اللي بنشيلها من البرطمان دي مش هنرميها، هنحطها في برطمان او في علبه وهنحطها في التلاجة او في الفريزر. هنستخدمها في عمل بانكيكس وبسكوتات ومقرمشات وحاجات كتير يعني. ممكن كمان الجزء اللي بنشيله ده نحطه على ورقه فويل ونفرده طبقه رقيقه خالص. بعد كده لما ينشف خالص هنطحنه ويبقى معانا بودره خميره. دي ممكن تقعد معاكم سنين كده ما يجرالهاش حاجه، بس طبعا لازم نفعلها قبل ما نستخدمها تاني برضو بميه ودقيق. الموضوع يبان صعب وانا بشرحه، بس صدقوني لما تيجوا تجربوا تعملوها هتلاقوا الموضوع ابسط بكتير. اعتبروا كأن عندكم حيوان اليف بتاكلوه مره واحده بس في اليوم، وبعد اسبوع هتحطوه في التلاجة وتطلعوه تاكلوه كل اسبوع بس. فالموضوع سهل يعني. حاولت على قد ما اقدر اقول لكم كل التفاصيل، فانتوا لو عندكم اي استفسارات تانية سيبوها لي في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا حفظ للوصفة علشان تطبقوها، علشان هنستخدمها في وصفات كتير الفترة اللي جاية. ياريت تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.